صديقي الرعضاوي، لو لسه ما شفتش الجزء الاول من حكاية تشين فعايز اقولك انك فايتك كتير قوي، ولكن من غير ما اطول عليك كتير ارزع اللايك للفيديو واذكر الله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. والان هيا لنرى ما الذي جرى. بنكمل مع المعلم تشين بعد ما كسب الجولة التانية وعمل كده في ثانية ونص، واللي وقتها بقى الحكام بيحسوا ان في حاجة غلط، واللي بيطلب واحد منهم من فريق المراقبة ان هم يتأكدوا انه مش بيغش ولو بيستعمل معدات خارجية، علشان المعلم بيبقى حاسس كده ان الموضوع ده مش طبيعي وان اكيد في حاجة غلط، واللي بيطلب كمان يتحققوا من صعوبة مستوى الجحيم. بعد كده بقى بيخلص الفحص بتاع فريق المراقبة ده، واللي بيبلغوا ان كل حاجة طبيعية وان المعلم تشين فعلا استعمل قوته، بس لا ده كمان بيبعتوا نتيجة الرقم القياسي في مستوى الجحيم، واكتر شخص كان وصل للرقم القياسي ده كان لو شونج ملك الحرب واللي من سلالة عظيمة، وخلص القتال التاني وقتها في 5 ثواني. فمش بيصدق واحد من الحكام ان تشين كسر الرقم القياسي اللي بقاله قرن من الزمن، وبيحس كده انه بيشهد على لحظة تاريخية النهاردة، حتى لو في النهاية ما كسبش المركز الاول فهو برضك كده عمل انجاز تاريخي وصدم الكل في الجولة التانية من الاختبار. المعلم بيفضل يتخيل بقى الترقيات اللي هيعملها علشان اكتشفه، فبيعترض تشي على طريقة حساب النقاط في الاختبار، وبيقول ان فرق النقاط اللي ما بين تشين والمركز التاني قليلة جدا، مع ان فرق الوقت اللي ما بينهم مش قليل، وتشين ده يعتبر موهبة ما حصلتش. فبيقول له زميله ان هم لما حطوا نظام تجميع النقاط ده ما توقعوش ان يبقى في حد بالقوة دي، ده جاي يقضي على كل اصحابه. فبيضحك المعلم تشو وبيقول تشين اكيد هو الكسبان السنة دي، وبيقول له زميله التاني انت بتستعجل شوية في تقدير الموضوع، لسه في جولات تانية يعني ممكن يخسر. فبيعيد تشيل الفيديو بتاع الجولة التانية قدامهم وبيوريهم تقنيات تشين في القتال وقد ايه هو بيقدر يركز الطاقة كلها في ضربة واحدة. فبيتحمس بقية الحكام هنا كده علشان يشوفوا الجولات التانية ويشوفوا لو هيبهرهم تاني. بعد كده بقى بيعرف النظام تشين ان الجولة التالتة هتبدأ خلاص، واللي بيبقى الجولة ديت فيها وحش المنجل العملاق، ايه الوحش اللي مش بيموت، والشرط علشان يعدوها لازم يفضلوا عايشين لمدة 30 دقيقة، وكمان اقل ضربة عنده بتعمل ضرر بشكل كبير. فبيحس المعلم تشين ان جه الوقت علشان يستعمل مهارات الرياح، واللي بيبدأ الجولة وبيطلع الوحش قدامه ولكن ما بيلحقش يهاجم تشين، ما بيلحقش يعمل اي حاجة، واللي بيلاقي نفسه متحوط كده من كل الاتجاهات وده بسبب قوة الرياح. فبيحسب تشين كمية المانا اللي عنده دي ولو هيقدر يكمل بيها 30 دقيقة، لا ده كمان بيزود طبقات اكتر من الطاقة حوالين الوحش علشان يطمن انه هيبقى في المركز الاول. واللي بيفاجئ تشين تشي كالعادة، واللي بيبدأ تشي يشك انه نفس الساحر اللي من مدينة ازورا اللي قدر يخلص على الوحش، ولكن بيبقى مش قادر يصدق علشان تشين صغير في السن، يعني اللي قده وما يقدرش يتقن لطاقة الرياح والنار من مستويات عالية كده مع بعض. بعد كده بقى بنشوف باقي المتسابقين والولد اللي من المركز التاني ده واللي بيحاول بكل جهده علشان يفضل يحارب الوحش لمدة نص ساعة، وبيبص على النتائج كده وهو متعشم انه يلاقي نفسه في المركز الاول، ولكن بيلاقي الفرق اللي ما بينه وما بين تشين 400 ألف نقطة، وكمان هو لسه في المركز التاني. المعلم يا عيني بيحس بالإحباط وإنه مستحيل يوصل للمركز الأول خلاص، بس بيحصل حاجة غريبة فجأة كده النظام بيتعطل وبيصفر نقاط تشين، وده بسبب إن تشين قدر يقتل الوحش مع إنه المفروض ما يموتش. فبيتصدم واحد من الحكام وبيرد عليه زميله إن الوحش ده ليه شروط موت خفية، بس برضك بيبقى الحكم مستغرب علشان محدش قدر يقتل الوحش ده قبل كده، وعشان كده شروط قتله حتى مش معروفة. واللي بيعمل الحكام بحث عن عدد المرات اللي اتقتل فيها وحش المنجل ده، واللي بيلاقوا ان عنده 1,000,000 نقطة صحة، واللي علشان يتقتل لازم يتضرب 1,000,000 مرة، وده معناه ان تشين بقوة الرياح قدر يضربه 1,000,000 مرة. وكمان بيأكد المركز على ان تشين ما غشش خالص، وان حتى رئيس مركز الابحاث طلب بس مباشر علشان يتفرج هو كمان على تشين. بعد كده بقى بيتصلح العطل بتاع النظام ده وبترجع تاني نقاط تشين، واللي بيبقى متفوق على كل زمايله بشكل كبير. بعد كده بقى بتيجي الجولة الرابعة لوحش اسمه الملكة واللي تدعى ويند، وقوتها في ان هي تستدعي اعداد كبير من الزومبي من غير توقف. واللي بتيجي الوحش وبتطلع مجلة كده ومعاها محل زومبي بتطلع اول دفعة منه، فبيقرر تشين يوقفهم خالص باستعمال قوة الجليد، وده علشان يشل حركتهم، واللي بيوعدها بانه هيستعمل قوة النار، بس المعلم بيلاقيهم كده لسه عايشين فبيستعمل قوة الجليد مرة تانية، وبيقدر المرة دي يخلص عليهم هم
ملكتهم، وكمان ده كله في 30 ثانية بس. واللي بكده بقى بيبقى فاضل جولة واحدة، واللي بيطلب الحكم كده يجيبوا له تشين علشان محتاج يشرح له قواعد الجولة الخامسة شخصيا. وبيروح الحكم لتشين وبيتعرف تشين عليه وانه يوان مدير مكتب التعليم في المقاطعة، واللي بيهنيه يوان على المركز الاول وعلى نجاحه في الاختبار وكمان تحقيق المركز الاول. فبيستغرب المعلم تشين علشان عارف ان المفروض لسه في جولة كمان، فبيقول له يوان الجولة الخامسة دي عبارة عن زنزانة خاصة مستخرجة من عالم الهاوية، ولازم يروح للعفاريت علشان يدخلها. وبيديله يوان الجائزة الممنوحة ليه من إدارة التعليم، واللي بتبقى عبارة عن 1,000,000 عملة ولفافة فيها 1000 نقطة مهارة، مع ان 1000 نقطة مهارة من دي بتساوي ملايين في السوق، بس بالنسبة له بتبقى ولا حاجة. وكم من الأحسن ياخد بدلها فلوس، وبيسأل يوان لو ينفع يبدلها بفلوس. فالمعلم يوان بيستغرب وبيقول له يا ابني النقاط أحسن من الفلوس، انت بتقول ايه؟ بس برضك بيوافق في الآخر. وده لما تشين بيفضل مصر وبيقول له يوان ان قدامه مكافئتين يختار ما بينهم، واللي بياخده كده لصندوق مكتب التعليم وبيقول له يلا اختار اي كتاب مهارة انت عايزه، وكمان معاه مصدر تاني ولكن بشرط يختار حاجة واحدة من كل حاجة. فبيقول تشين اتاري الكل هيموت على المركز الاول ومكافآته الحلوة. فبيختار تشين صندوق كده فيه 3 بلورات سحرية، واللي بيقول له يوان انت شاطر جدا في الاختيار، وبيوري له الكتب علشان يختار منها. فالمعلم هنا بقى بيختار كده كتاب مهارة البرق، وبيعرفوا يوان انه هيستناه في مكتب التعليم علشان يعرفوا كل حاجة عن الجولة الخامسة من الاختبار، تساعده يروح لهناك. وبيقول له هستناك كده على الساعة 3، وكمان حضر له أوضة يرتاح فيها. بعد كده بقى بيروح المعلم تشين الأوضة دي يرتاح شوية، واللي بيستعمل هناك كده كتابه الجديد، وده علشان يزود مهارات جديدة. وبيستعمل الفلوس علشان يشتري نقاط ومعدات جديدة، واللي بيبدأ نظام التطور بتاعه كده، وبيقدر يجيب مهارة استدعاء الأرواح. وبيدخل المعلم تشين جوه مكان كده اسمه فضاء الساحر علشان يجرب مهاراته الجديدة، واللي هنا بيستدعي جيش من الوحوش وبيجرب يستدعي تنين. فالمعلم هنا بقى بيفرح جدا بمهاراته الجديدة واللي هتخليه يقدر يكسب قدام اي حاجة. وبيستدعي سيد الصحراء، واللي بتطلع بنت جميلة واللي بتقول لتشين انه سيدها، لكن برضك بتبقى شايفة ان قوته ديت مش كفاية علشان يبقى سيدها ويسيطر عليها، وبتسأله لو بيضحك عليها. فبيوريها تشين جزء من مهاراته كده علشان تصدقه، فبتقتنع الساحرة، واللي بيقول تشين ان هي بالنسبة له ورقة رابحة في اي قتال. بعد كده بقى بيصحى تشين من النوم علشان يجهز ويروح لامتحان العفاريت. بيروح ليوان المكتب وبياخده يوان وبينقله لمكان الاختبار، وبيشوف احسن المرشحين من كل مكان موجودين، واللي بيبقى تشين مش هو الوحيد اللي جايب العلامات الكاملة، وفي 2 كمان معاه بس من مقاطعة تانية. وبيجيب يوان زيرو ابنه وبيعرفه على تشين، واللي بيبقى واحد برضك من المرشحين للامتحان، وبيطلب منه يوان يحاولوا يشتغلوا مع بعض، وده علشان يجيبوا انجازات كويسة لمقاطعتهم. ولكن المعلم زيرو شخصيا بيبقى رافض التعاون ما بينهم، واللي بيبقى عايز يثبت انه اقوى واحد ورقم واحد. فبيعتذر يوان على عجرفة ابنه دي، بس تشين بيطمنه وانه ما كانش ناوي يتعاون مع حد اساسا، وان الاحسن يبقى لوحده. فبيقول له زيروي ان مش معنى ان تشين طلع المركز الاول مرة يبقى هيطلع المركز الاول كل مرة، والاختبار ما بيننا هو اللي هيبين الحقيقة. واللي بيبقى واضح كده ان زيروي ده مخبي حاجة جامدة، حاجة مخلياه واثق جدا من نفسه. واللي بيكون الجولة الخامسة كده على وشك ان هي تبدأ، وبيجي لهم تشيان كبير الممتحنين للجولة الأخيرة دي، واللي بيقرأ لهم قواعد الجولة، وبيعرفهم تشيان ان اهم هدف ان هم يصطادوا وحش واحد على الاقل، لازم يكسبوا نقاط، وكل ما يزيد مستوى الوحش النقاط هتزيد ويقدروا يختاروا الوحش اللي هم عايزينه. فبيسأل تشين لو قتل الوحوش في الزنزانة ممكن يزود اي نقاط خبرة او عناصر جديدة. فبيقول له تشيان انه قريب جدا هيتوزع على كل واحد فيهم اساور كريستالية، وهيبقى فيها معلومات عن كل اللي عايزين يعرفوها، وكمان هيظهر افضل 10 مرشحين، واللي في كل مرة بيتهزم فيها لاعب ياخدوا منه 500 نقطة، وكمان في فصل للطوارئ في حالة الخطر المميت، بس النقاط هتتصفر لو حد استعملها. وبيحس المعلم تشين ان الموضوع ده جدا شيق علشان في قتال ما بين المرشحين مش الوحوش وبس. بعد كده بقى بيسأل تشيان المرشحين لو حد عايز يستسلم، وبيعرفهم ان لسه قدامهم فرصة لو حابين. بعد كده بقى بيبدأ بعض الطلبة كده يفكروا يستسلموا، واللي بيبدأ بعض الطلاب كده يفكروا يستسلموا، وبيقولوا ان كده درجاتهم عالية كفاية، يعني ممكن يدخلوا لأي مدرسة كويسة. فبيقرر تشيان يحفزهم شوية وبيعرفهم بالجوائز بتاعت كل مركز، وان المركز الاول بيبقى مكافآته ومعدات من البلاتينيوم وغير العناصر التانية النادرة جدا، وكمان نقاط الجدارة
واللي تعتبر اعلى نوع من النقاط، واللي علشان الشخص يوصل لها لازم يبقى وصل لانجاز كبير. فبيتحمس تشين علشان يقاتل علشان المركز الاول، وبيقول له يوان انه واضح كده ان هيبقى الزنزانه دي صعبه جدا اكتر من اللي قبلها لان المكافآت نادره جدا. واللي بيسال تشين كده عن مكان الاعفاء من برج المحاكمه النهائي، فبيقول له يوان انه موجود في جزيره صغيره كده في بحر الصين، البحر الشرقي، وده في عهد اسره شيا العظمى، وممكن ياخد روح قتاليه منه بعد ما يتم المستوى. واللي بتبقى الروح القتاليه دي دعوه قابله للنمو، وممكن تشارك خصائص نموها مع المضيف. واللي علشان كده لما بيظهر البرج بيحصل دايما ما بين البلاد خلاف على ملكيه الارض، وحصل قبل كده نزاعات كتيره ملهاش حاصر. بعد كده بقى بيبدا الاختبار وبيدخلوا تشين، واللي بيبقى الحكام لسه قاعدين كده مش مركزين جدا مع المرشحين، وده علشان لسه في الاول، وان اكيد لسه بيتعرفوا بس على البيئه اللي حواليهم، واكيد لسه بيشكلوا فرق. واللي بيبقى الاماكن اللي بيدخلوا فيها دي عشوائيه، وعلشان كده ممكن مرشحين يكون حظهم وحش وممكن يدخلوا المستوى الملك على طول، واللي بالفعل بيحصل كده. واللي بيجي لهم اشعار عن مرشح حظه سيء واللي انتقل جنب وكر وحش من مستوى الملك الجليدي، وبيقول تشيال للمساعد بتاعه يلا بلغ فريق الانقاذ لازم يتدخلوا على طول في حاله الطوارئ. بعد كده بقى بنروح للمعلم تشين، واللي بيلاقي نفسه كده في المنطقه الجليديه، واللي بيطلع ان هو سيء الحظ. المعلم بيلاقي الوحش بيهاجمه اول لما بيدخل، فبيستدعي سيده الصحراء، واللي بيامرها تخلص على الوحش ده علشان تجمع النقاط وتبقى اقوى. وبتبدا السيده الهجوم اللي بيعصب الوحش وبيجري ناحيتها، ولكن بتقدر تتفاداه بكل احترافيه، وبتكمل هجمات عليه لحد ما اخيرا بتقدر تضربه كده ضربه خطيره بتخلص عليه. بعد كده بقى بتوصل السيده للمستوى الثامن، واللي بتبقى مش راضيه شايفه ان النقاط قليله، فبيستغرب تشين حماسها وطمعها في النقاط، وبيقول لها ما تصبري على رزقك، وان هم لسه في البدايه، يعني الوليمه اللي بجد لسه ما جاتش. بعد كده بقى بيحاول تشين يجرب واحده من مهاراته الجديده على الوحش، واللي هي مهاره ضمه لجيش الزومبي بتاعه، واللي بيلاقيها نفعت، فالمعلم بيفرح جدا، وان كل ما هيقتل اكتر هيلاقي اعضاء يضمهم لجيشه اكتر. وبيتفرج الحكام على اللي بيحصل ده، وبيقولوا ان تشين يستاهل فعلا، لازم يبقى من الاوائل. وهنا بقى بيسال واحد منهم لو هو بيستعمل السحر الاسود، وده علشان مستحيل مهاراته دي تكون طبيعيه، واللي بيبقوا مبهورين من قدراته. وشايف واحد منهم انه هيقدر ينافس على المركز الاول، هيعمل كده بكل سهوله. بس زميله بقى بيبقى رايه عكس كده، وبيقول له انه يمكن يبقى من العشرة الاوائل، بس المركز الاول صعب جدا. انت ناسي ان لويو وشيا منافسينه اللي جابوا الدرجات النهائيه برضه. بعد كده بقى بنرجع للمعلم تشين، واللي بيكمل مع سيده الصحراء قتل في الوحوش، وبيزودها تشين لجيشه من الزومبي. لا ده كمان بيزيد الاتنين في المستوى، وبيبقى قتل الوحوش بالنسبه لهم كده سهل زي شرب الميه. وبيقول تشين للسيده يلا يروحوا يشوفوا مكان تاني، مكان ادفى من ده، علشان البيئه اللي هنا صعبه، والحسن حظهم ان الوحش اللي لسه قاتلينه ده بيبقى طائر. فالمعلم تشين بيضموا لجيشه، واللي بيستعملوا كده علشان يمشوا من مكانهم. بعد كده بقى بيوصل الاتنين لمكان فيه حقول وخضره، واللي هناك بيلاقوا عدد كبير من التيران، واللي بتبدا السيده تخلص عليهم كده واحد ورا التاني، وده علشان تكسب نقاط اكتر. فبيلاحظ تشين ان هي بعد الترقيه كفاءتها بقت اعلى في مواجهه الوحوش. وبيشوف المعلم تشين المركز بتاعه كده بعد اول ساعه في الاختبار، فاللي بيلاقي نفسه في المركز الثالث، فبيعرف ان منافسينه مش سهلين برضه، ومحتاج يشتغل على نفسه اكتر من كده. بس المعلم تشين بيقول ان الاختبار ده عامل زي الماراثون، وان الجري على المركز الاول دلوقتي هيخليني ابطأ بعدين، وهدف سهل. واللي بتجري السيده على تشين بسرعه كده، وبتكسر سهم كان هيضربه، وبتقول له السيده ان في حد بيحاول يعمل له كمين. فالمعلم بيبص فبيلاقي مجموعه من اللاعبين ومعاهم زيروي، واللي بيبقى عايز يخلص من تشين، وبيتعصب على زميله زيو علشان مش عارف ينشن على تشين صح. فبيستغرب زمايله هو ليه زيروي عايز يقتل تشين للدرجه دي، وبيسالوا زيو لو هو فعلا مجرد ساحر عادي زي ما هو بيقول، وانه ازاي جاب 7000 نقطه في وقت قليل كده، لان مستحيل شخص عادي يعملها. فبيرد عليهم واحد من زمايلهم ان يمكن الحظ حالفه، ممكن يكون مسك وحش حد قبله كان ضربه. واللي هنا بقى كده بيروح لهم المعلم تشين، وبيسالهم لو كانوا عايزين يسرقوا نقاطه، وبيقول لهم ان هم جم للشخص الغلط. المعلم بيستدعي جيش من الزومبي كده، فبيحاول اصحاب زيروي يدافعوا عن نفسهم، ولكن ضرباتهم مش بتاثر فيهم باي شكل، وبيحسوا ان زيروي ضحك عليهم وان هم مش قد تشين خالص. فبيعتذر واحد منهم لتشين وبيقول له احنا ما كناش نقصد نضايقك، وما كانوش يعرفوا قوته بشكل كافي. واللي بيعرضوا عليه نقاط من عندهم، وبيقول لهم تشين كويس انكم عارفين
عارفين نفسكم كويس وبيسيبهم يمشوا، وبيبقى زيروي لسه مصر على غروره فبيحاربوا تشين. بس بيبدأ كده فجأة يترجى ان تشين يسيبه، فالمعلم تشين بيقول له انا هسيبك بس علشان يوانا ابوك لان مش عايز ازعله، وبيأمره يديله شوية نقاط من اللي معاه الاول، وبيسمع زيروي الكلام وبعد كده بيمشي. اللي كمان بتبقى سيدة الصحراء خلصت على كل الوحوش القريبة وخلاص خلص وقت استدعاء جيش الاموات، فبيعرض عليهم تشين يروحوا المكان تاني. ولكن يا ترى يطلع فين المكان ده؟ ويا ترى ايه اللي مستني بطلنا بعد كده؟ عايز اقولك بقى ان الاحداث بتزداد حماس، واللي علشان يوصلك اشعار بالاحداث الجديدة يبقى ظبط بقى الدنيا كده، لايك للفيديو واشترك في القناة، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي.